كالعادة وفي الفترة الأخيرة النادي الأهلي بيواصل حرقة الدم لجمهوره. النادي الأهلي بيواصل العك الكروي. النادي الأهلي بيواصل العشوائية في الأداء. كلنا متابعين الفترة الأخيرة أداء النادي الأهلي، نتائج النادي الأهلي كلها للأسف سلبية. آخر مباراة النهاردة اللي هنتكلم عليها مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان النادي الأهلي يقدر وبمنتهى السهولة إنه يكسب المباراة مستريح على الأقل 2-3-4، ولكن إزاي لعيبة النادي الأهلي وإزاي مارسيل كولر ما يحرقوش دم الجمهور. الجمهور كان في بداية الموسم متوسم خير، فريق فايز 5 بطولات السنة اللي فاتت، أداء ولا أروع، نتائج بالثلاثات والأربعات، صفقات جديدة زي إمام عاشور، زي رضا سليم، زي موديست، زي صلاح محسن، زي كريم ندفيد، ولكن للأسف كلنا اتفاجئنا السنة دي بمستوى سيء جدا للنادي الأهلي. يمكن الأهلي النهاردة كان عنده المباراة الثانية في دوري أبطال أفريقيا مع يانج أفريكانز. كسب المباراة الأولى فريق ميدياما الغاني 3-0، 3 نقاط وبداية قوية، وكان من المفترض النهاردة انه يأكد على التفوق ويكسب يانج أفريكانز. ملعب جميل، مباراة بتتلعب الساعة 6، يعني مفيش أي حجة، ولكن النهاردة لعيبة الأهلي بتقدم أسوأ مثال في كرة القدم. لما نيجي نبدأ ونستعرض العظمة اللي عملتها لعيبة النادي الأهلي النهاردة، كانت أول كرة في الشوط الأول بطلها هو حسين الشحات. كرة من ناحية الشمال لكهربا، استلم وعدى ولعب عرضية أرضية وصلت لحسين الشحات والمرمى فاضي. المرمى فاضي، ولكن كلنا فوجئنا بدل ما نحتفل بالهدف الأول للنادي الأهلي لقينا الكرة في السماء. بتعمل إيه؟ الله أعلم. نفس الأمر في الشوط الثاني، فرص بتضيع، فرص سهلة، انفرادات، انفراد لكريم فؤاد هو والمرمى بيحطها في ايد الجون، بعديها برضو كرة بالكربون لطاهر محمد طاهر، وكأن الأهلي مكتوب عليه انه يكون فريق الفرص الضايعة. يعني الأهلي السنتين 3 اللي فاتوا لو كل الفرص او نصها او ربعها او تمنها حتى بيسجلها اهداف، كان زمان الأهلي بقى فريق يعني اقول ايه مرعب، بقى حاجة يعني في منتهى الخطورة. لكن كل حاجة فرص ضايعة، كل كورة فرص ضايعة، من السنة اللي فاتت والسنة دي واللي قبليها في نفس الطريقة. جمهور الأهلي زهق، جمهور الأهلي عاوز لعيبة تخلص، عاوز راس حربة يخلص، عايز جناحات تخلص. مش هنفضل عايشين مع الأهلي السنتين 3 اللي فاتوا والسنة اللي جاية في مسلسل تضييع الفرص. عيب النهاردة على حسين الشحات اللعيب اللي بياخد عقد كبير وليه اسم كبير ان كورة الجون فاضي. يعني انا مش مستوعب، انا لو بلعب ومفيش لياقة ولا في اي حضور والجون فاضي هحط الكورة جون، ده الجون فاضي. كريم فؤاد الشوط الثاني، طاهر محمد طاهر، طب وبعدين؟ يعني مباراة النهاردة كان النادي الاهلي يقدر يخلص المباراة 3-1 بمنتهى السهولة ويبقى 6 نقاط ويبقى حسم التأهل بدري واشترى دماغه، لكن لازم نعقد الدنيا ونتعادل ونيجي نقول شباب بلوزداد، وميدياما كسب الناحية التانية شباب بلوزداد فأصبح ليه أمال، ولو كسب يانج أفريكانز المباراة اللي جاية. فمش عارف امتى الأهلي هيتخلص من المسلسل والوعكة الكروية اللي هو فيها. مارسيل كولر مش مركز، مارسيل كولر مش في أعلى مستوياته كمدير فني، عكس السنة اللي فاتت خالص. تغيير السيد عبد الحفيظ عليها علامات استفهام كتير، لعيبة كتير في الأهلي مستواها قل بصورة مرعبة زي علي معلول ومحمد هاني ومروان عطية واليو ديانج وحسين الشحات. فالأهلي عايز وقفة، مش كل شوية اجتماع وكابتن الخطيب وكأنه بيقرص ودنهم، لا الأهلي عايز وقفة بجد. الأهلي داخل على كاس عالم للأندية بالمنظر ده، من أول مباراة مع الاتحاد سلام عليكم وهنرجع خلاص. موسم كان كله متوسم خير ان الاهلي يقدر يدوس ويقدر يحقق كل البطولات، لكن موسم اداء سيء، نتائج سيئة. كاس السوبر ضاع امام اتحاد العاصمة الجزائري،
دوري السوبر الافريقي ضاع ما كسبناش فيه ولا مباراة. وادي الدوري بدأنا تعادلين ورا بعض مع سموحة ومع الجونة. وادي دوري ابطال افريقيا تعادل مع يانج افريجانز اللي كانت المباراة سهلة جدا، وبأكد ان الاهلي كان يقدر يكسب 3 أو 4 النهاردة. لكن في حالة لا مبالاة غريبة. هل الموضوع ده هيستمر الفترة اللي جاية؟ لو استمر صدق يعني وانت مغمض الاهلي مش هيعمل حاجة في كاس العالم للأندية. طب الاهلي هيلحق يعمل وقفة او يعمل ريستارت لنفسه قبل كاس العالم للأندية اللي خلاص بيقرب ده يوم 15/12؟ الله اعلم. في النهاية بنتمنى كل الخير للنادي الاهلي، بنتمنى ان الدنيا تفوق شوية مستر مارسيل كولر، اللاعبين، كابتن خالد بيبو، علشان الجمهور مش هيقدر يستحمل صدمة جديدة في كأس العالم للأندية. إن شاء الله المباراة الجاية للنادي الأهلي هتكون يوم الجمعة اللي جاية أمام شباب بلوزداد في القاهرة. الأهلي لازم يركز، الأهلي لازم يحاول ال3 نقاط بأي طريقة علشان يوصل ل7 نقاط، يريح نفسه في موضوع الصعود، ما يدخلش نفسه في متاهات، لأن المباراة اللي بعديها هتكون برضو أمام شباب بلوزداد ولكن في الجزائر. الأهلي على الأقل لو حصل 4 نقاط من مباراتين شباب بلوزداد هيكون بنسبة كبيرة ضمن الصعود لدور ال8. ولكن المشكلة في اللي جاي، لأن المستوى بالطريقة دي والشكل الأهلي بيقدمه ما يطمنش خالص. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. لو حضرتك بتتابعنا أول مرة ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.